شاعر عبد الهادي بن سهل رحمه الله آخر قصيدة قالها في حياته، قصيدة أنا برويها لكم بعد القصة. القصة عن عبد الهادي رحمه الله كان من الرجال اللي ولائهم منقطع النظير للمملكة العربية السعودية، تربى في كنفها ومات وهو ما زال فيها، ما طلع منها أبدا، إلى درجة أن إخوانه أخذوا جناسي في الكويت وسجلوه معهم في الجنسية، وكانوا يحاولون فيه أنه يأتي يستلم جنسية ويعطونه ببيت ويعطونه، وكل ما جاوه قالوا أنت موجود معنا في الملف، وأنت لك بيت، وأنت لك، والرجال ما له رغبة في الخروج من السعودية قطعيا. وحتى أنهم ليلة من الليالي سيروا عليه بيناقشونه في الموضوع وهو عارف وش مجايين له وهو في البر، وسوى لهم عشاء وقام يسوي قهوتهم، حلف عليهم انه ما يسوي القهوه الا انا، وقعد يشعره يسوي القهوه، ما القلب من هوى البر ما ملي، لو يمنى له بيت وجنسيه، شبة المنزل الداوي يجرو حلي، والجماعه والهبوب الطبيعيه، وزين شختور المخيله الى نهلي في محله والدراعيه بريه. عرفوا اخوانه ما وش الهدف من وراء قصيدته وموضوعه، وسكتوا ما عاد قالوا له شيء ولا عاد ناقشوه في الموضوع قطعيا. وجلس سنينه كلها وهو في السعوديه، وسبحان الله درس ولده الدكتور جابر في أمريكا، ورجع طبعا عن طريق قطر، ورجع القطر وصار مدير عام مؤسسة البترول، وانسحبوا الناس كلهم في وظائف عنده هناك، وراحوا الرجال كلهم هناك، إلا عبد الهادي بن سهل كان عنده بله في السعودية وما راح. وجاه ولده الدكتور طبعا يعني موقعه مرموق وفي حالة طيبة ماديا، وقال له يا أبو حمد ما يصير انت عند ابنك في السعوديه وحين جالسين لنا في قصور تدور فيها التريلات. طبعا هو عنده جميع الامكانيات الرفاهيه، عند البل، عنده العيان وعنده، لكن ما له رغبه في الروح. وقال له ولده لا لازم تجي عندنا، احنا البل بنحط عندها العيان وبنحط عندها دروليه ونحط عندها جميع ما يلزمها ولا انت تبغي، وروح لها زيارات للتفرجه، لكن خليك عندنا. وقال له يا ولدي أنا في السعة في الموقع الوسيع، وأنتم في الأكمام في المحل الضيق، أحد يروح للضيق وهو في السعة، ولا الخرقة واحدة، رحت هنا ورحت هنا هي قماشها واحد. ما اقتنع الدكتور وألح عليه لين راح معه، جلس معه يومين هناك وفي قطر، ويوم خلصت اليومين قال له ولد علي يا علي ولدي أنت براقد أسري وأنت راقد، لكن علم أهل البيت نحن بنسري وسري للسعودية، أنا ما نبقى قاعد. طبعا هو ساري، ما تزاين القلب غدا في العين زين، أو ما تزاينت العين غدا في القلب زين. يوم هو ساري والخط اللي قدامه يوم هو في قطر كأنه ما هو واضح له ولا ما هو مرتاح له ولا، لكن يوم طلع من سلوه ودخل الحدود السعودية لقى الخط اللي فيه من عيون البستي اللي تولع على الليتات واستانس الشيبة، وشعر القصيدة ذي اللي قالها آخر قصيدة قالها في حياته يعني. وجلس لمدة قصيرة عند البلعق القصيدة، ومرض ورجعوه عياله ودوه لبريطانيا وسووا له عملية هناك وتوفى الله يرحمه في بريطانيا، ورجعوه ودفنوه في قطر في بوهامور. القصيدة هذه الأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان يوم من الأيام في طرف النفود هو وخوياه اللي معه، وقال لأخوياه من اللي بيسمعنا صوت، يعني من اللي بيشيل لنا شيله. وقام واحد من اخوياه من المره اللي معه وشعر له بيتين من القصيده ذي، وقال له كمل الله ياخذ روحك، يعني من شوقته عليها، قال يا طويل العمر لا تدعي علي والله ما اعرف الا ذا البيتين. عقب ما جلسوا في المخيم قال لهم البيتين ذي اللي انت قلت من هي؟ قال الرجال الفلاني. قال لا هذه ما هي بيتيمه، هذه لها امات، ابحثوا لي عن اماتها. وجاني حياة علي التمتام الله يغفر له يسأل عنها، وقال الأمير ترى يسأل عن القصيدة الفلانية ويقولون إنك حافظها. قلت نعم حافظها، وعطيتها ناصر أخوه ووصلها الأمير نايف وعدها عليه القصيدة، وقال له وين مات يا ناصر؟ قال مات في بريطانيا ودفنوا عياله في قطر في بوهامور. قال لا الرجال هذا موصي، مفروض إنه ما يدفن إلا في السعودية، لكن أنا بسأل العلماء أن نسمحوا بنقل جثته، طلبت نقل جثته للسعودية. قال يا طويل العمر هذه جثة هامدة تحت الأرض
بتزعج الخارجية وبتزعج الدولة المجاورة وأنتم يمكن ما تعينون حتى من عظام شيء. فالقصيدة عقب ما دخل الحدود السعودية يقول: استقام الخط في الحد السعودي، جعل من سواه يربح من عبوره، نستريح إلى دخلنا في الحدود، مثل من تصبح خطاياهم غفورة. في جنة سبحان الله جلت عظمته. استقام الخط في الحد السعودي، جعل من سواه يربح من عبوره، نستريح إلى دخلنا في الحدود، مثل من تصبح خطاياهم غفورة. والله إنه حط في غبر الحودي، ما نسيت المملكة وإخوان نوره. دارنا من عاد حنا في المهودي، ومنتنا من تبوك إلى شروره، خير هماه علينا بمحدودي. طالب المعروف معطيته قصوره، كل موسم حج ياتيها وفودي، بالجواز اللي مجدد تمهوره، ومن نواها بالقشر ماتم غدودي. دونها اللي ما يهبون الخطوره، الملوك اللي عساهم في الوجود، مزبن الخايف ذرى نجد ونوره، مكسر العنبر عريبين الجدود، جعل ديرتهم بالاسلام معموره. طوعوا بالحد من قلب حقودي، ومن ضرب بالسيف كل طاع شوره، الملوك اللي يسود من سودي، امرهم ما حدا يعارض في صدوره، من تجاوز الامر طرش له جنودي. وعند حكم الشرع مطلوب حضوره، وحضرته للشرع واحضار الشهودي، تنقذه ولا تزوده في ثبوره. يالله اني لا ذنبك يا معبودي، من خطايا النفس وابليس ونجوره، نقمته ما هي على ربي بكودي، يامره يسعى بنفسه في دبوره، وفاز من كتبه بيمناهم حمودي، وخاب من كتبه بيسراهم عسوره. الله يغفر له.